هذا واحد لاعب كمال اجسام برازيلي متمرس، يعني بروفيسيونيل، كان كيتريني في لابريس 45 وهو كيتريني كوادريسيبس بحال العاده. هاز 400 كيلو في لاشارج. شوف شنو طرا ليه وكلشي تصدم. طراليه تمزق خطير في وتر العضله الرباعيه ولا لو كوادريسبس. هادشي كيقدر يجينا غالبا من جوج ديال الحوايج، يا اما الواحد كيهز واحد الوزن اللي هو زائد بشكل مفاجئ الركبه ديالو، ولا ما كيكونش داير قبل عمليه تسخين. هادشي علاش الواحد خاصو يسخن في البايك اولا يجري اولا يدير ستيبا ولا اي حاجه اللي داخله فيها الكارديو، وهادشي وما كافيش. وشنو خاصني ندير بالضبط في هذه الحاله؟ قبل ما نتريني واحد العضله كيف ما بغات تكون خاصني نسخنها هي نيت لو بوا دو كور ديالي. علاش؟ غنخدم العضله باخف ما يكون باش نهيئها ونعطي ميساج للمخ باش يخدم في ديك البلاصه بالضبط وتكون سونطر عليها نيت مزيان، ونبدا ديك الساعه بلا شارج بوتيتا بوتيت حتى غادي نوصل لا شارج اللي بغيت. واللي نبغي نزيد هو انه بالنسبه للناس اللي كيستعملوا داك هرمون التستوستيرون فالخطر ديال هاد الاصابات كيتزاد بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف، حيت العضله كتكبر والوتر ما كيمشيش معها. طاقي لي داك البقال ديال صاحبك اللي ديما فيما كيبدا يبغي يبدا لك بلا شارج نيشان، قول له راه طفل عصا بقال.